الخوت دابا قوم قريش معروف انه كان عزيز عليهم الطاسيك، ولكن كيفاش كانوا كيصاوبوا الثلج؟ دعونا نتكلم في الفائدة. الفائدة حرام. نحن كفار لا علينا شرها. هذا السؤال ديال واحد صاحبي سكيري ماشي ديالي انا، باش تكونوا عارفين. هذا المبنى اللي قدامك دابا سميتو اليخجال. كيفاش كان كيخدم هذا المبنى؟ بحال هذا الفصل ديال الشتا اللي حنا فيه دابا، واخا ما كاين لا شتا لا والو، كان اليخجال ممتد بقناه مائيه من شي جبال حداه ولا شي مصدر اخر كيوصل الماء. في هذيك القناه المائيه كيجي فيها الماء، كتعمر شي حفاري ما غارقينش بزاف، غير من شي 3 سنتيمتر حتى 10 اللي وسط هذاك اليخجال. كيجي الليل اولا الليالي اللي معروف انه في المناطق الصحراويه تيكون الليل بارد بزاف، كيضرب هذاك البرد اللي تجمع في هذوك الحفيرات اللي وسط اليخجال، كتسحب هذيك الحراره وكيجمدوا هذوك الحفرات وكتخلي لهم الماء جامد على شكل الواح جليديه. ترى فيزيائيين هاد قريش، ومن بعد كيهرسوا هذوك الالواح الجليديه وكيحطوهم في واحد الحفره وسط هذيك اليخجال، واللي كيقدر يحافظ على الثلج ماشي غير لوقت الصيف بوحدو بل العام كامل بلا ما يذوب. وهذا الشيء بسبب هذيك الحفره الكبيره اللي بانين تحته، ولانه كاين باب صغير